السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم عن بدايتنا أو بداية إحنا بنعمل سلكات جديدة مثلا، أو أنت داخل على مشروع إنتاج أو الكلام ده كله. أحب أنصحك إن أنت ما تجيبش طحادين يكون سنها كبير. تجيب طحادين يا إما تكون من عند واحد متجربة، واحد مثلا صاحبك بيفرخ فعنده زيادة في الطحادين، ماشي خد منه طحادين كبيرة مفيش مشكلة. او تشتري طحادين صغيره، سواء بقى هتشتريها من حد صاحبك من سوق من اي حته. طالما انت هتقول يا فرخ وزار، يبقى تبتدي ان انت ان شاء الله يعني ده مثلا فرد حمام اهو استرالي، تمام. ده فرخ، يعني انا بالنسبه لي الحمد لله بفرخ طحادين اهو. هتلاقيه لابس دبلت حسام الشبح والتانيه تامر الشبح. ده ذكر لسه مخلص صميته اهوت. ده بنقول بسم الله الحمد لله اللي هنبتدي بيه الموسم بتاعنا، او هنبتدي ان احنا لسه الحمد لله مسكنين الجنب دوت. لسه بقى اصور لكم بقيه السلكات ديت، لسه الشغل ان شاء الله لسه ما شغلناهاش ولسه ما ركبناش فيها مسائي. بس النهارده نصيحتي ليك، هتبتدي او هتقول بسم الله انا عايز افرخ وزار او عايز افرخ اي، حتى لو هتفرخ زين اي حمام وش قصير، انا مش عايزك يبقى تشتري قص طحادين يكون بقى له 5 سنين عمال بيزق عيال وشهم قد كده، وتيجي فجاه تديله فرد حمام عظمه صعب هيموتهولك. فاحنا بنقول بسم الله هتبتدي تتعود. هنعود بالشكل ده. ده مثلا ذكر لسه شاب، تمام. هروح جايب نتايه، دي نتايه شغاله كانت عندي تحت، تمام. دي نتايه شغاله وفاهمه. هروح بسم الله كده مجوزهم مثلا لبعض كده، خلاص كده يعني بفضل الله هي فاهمه وهو ذكر حنين. هيبقى العمليه معانا ان شاء الله 10 على 10 وبالتوفيق ان شاء الله لجميع الغوات. وان شاء الله اللي مش عامل لنا اشتراك على قناتنا يعمل لنا اشتراك. هصور لكم دلوقتي معظم البصوص اللي عندي بتاع الطحادين، هوريكم برده السلكات بتاعتنا اللي لسه فاضيه هنجيب لها ان شاء الله مسائي وخراطيم. يبقى انا كده نصيحتي ليك النهارده ان شاء الله، اي ذكر كبير عجوز هتجيبه من حد من الثقه مش هيقدمك في حاجه، واي قص عامه لازم ان القصوص يا اما تكون من عند واحد فيه ذوق حمام وش قصير، يا اما تجيبهم شهبات وتعودهم. الدكر برضو دكر كبير شغال واخد نتايه صغيره. ادي هنا دول قص مع بعضيهم نتايه مالها. النتايه ديك بعد ما اخلص الفيديو وقفتها مش عجباني، نشوف مالها. ودي كده دول قص صورت لكم انا دوت بس ما كنتش منور الفلاش. دول قص كبار دول بص ذكر. دي انتايه لسه ملهاش ذكر. دي انتايه يا جماعه لوحديها لسه ما دخلت لهاش ذكر. دي انتايه كبيره. دول كده قص واخدين بعض. الناس هيك اللي بتسأل شكل الطحادين او اي طحادين، بس زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات الطحادين الناس اللي ما اتفرجتش عليها، يتوافر الحنية
لو لاحظت كمان انا من النوع اللي بحب الطحالين الجديده بحب اخرطها زي ما انت شايف كده. دول بفضل الله لسه محطوطين في السلاكه امبارح بالظبط، امبارح والنهارده ما شاء الله. بصوا الطاجن برضه يا جماعه، ادي الطاجن اهو. الطاجن يكون كده ارتفاعه عالي وما يكونش بميول، بحيث ما لو قص طحالين لسه بيتعلم ولا حاجه ما يهدرلكش حصى ويوقع. وادي دي برضه انتايه، دي انتايه كبيره لسه ما جهزتلهاش دجر. وادي دول قص كبار شغالين. وادي هنا دول برضه قص كبار شغالين ما شاء الله. لسه يا جماعه التظبيط شغال، يعني انا بس ايه ساعه ما السلكات جت لسه الحمام محطوط فيها امبارح بس والنهارده اهوت ان شاء الله. دول قص يعني لسه الحمام ده لا حاطط له طواجن ولا مكالف ولا لسه. قص برضه قص شغالين. ودول قص الدكر كبير والنتاع عيله برضه ما شاء الله. ودول استراليات من اللي احنا بنفرخهم، استراليات وكريستيات. ده دكر دول قص. دول بقى الفرقه 3 سبعات عندنا، دول رجال المهمات الخاصه دول. ده شاب، ده شاب انا لسه مصوره لكم من شويه، لسه هنشغل له بتاعه ونحط له المحضن بتاعه. دول قص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه الحمام ده برضو بنستخدمه بنفرخه الحمام دوت. الناس اللي هي بتحب تحضن، انا بالنسبه لي ما بحبش ادي 2 استراليات لبعض زي كده ولا 2 كريزليات عضمهم محمل. انا بحب اعكس، بس دول انا بفرخهم، يعني دول انا ما بحضنش تحتيهم. انا في فرخي بفضل مثلا لو انت هتدي ذكر استرالي زي اللي قدام دوت تديله انتايه كريزليايه مثلا. ادي ذكر ما شاء الله، يعني الذكر دوت انا هديله انتايه مثلا كريزليايه، انتايه جمعيايه، ده يشتغل معايا طحادين. الذكر ده برضه لسه ذكر شاب هديله انتايه كبيره. الذكر الاحمر دوت ده ذكر لسه شاب، دي انتايه كبيره. بص يعني وشها حتى باينه اهو، جفنها محمل. بص هو لسه عيل، لسه مدخلها انا النهارده دي. دول ما شاء الله بقى الناتج يا جماعه بتاع الحمام ده، الناتج بتاع الحمام دوت ما شاء الله في الطحادين اي حاجه عندك بفضل الله يجيبها. يعني ما شاء الله حمام اعضاء قوي، وحمام يعني لو قص زي كده متوفر فيه الحنيه مع القوه دي يبقى انت ربنا كرمك بيه. ما شاء الله ما شاء الله. كده ان شاء الله يبقى صورنا لكم القصوص اللي احنا سكناها. يا جماعه كلها بفضل الله كلها كده قصوص طحادين. ادي اهو شكل السلاكه اهو ما شاء الله. واديك بس لسه حمام دوك لسه ما ركبناش عنده المسائي. ادي دي العيون اللي هي ان شاء الله لسه تحت التجهيز ما شاء الله ما شاء الله. يبقى ادي كده انا بعيشك معايا يوم بيوم بفضل الله. تجهيزات برضو بتاعتنا. وانا والله يا جماعه سامحوني بس انا منشغل عنكم شويه، بس مجرد
ما السلكات دي تحط مكانها وتشتغل. خلاص بقى انا كده هروح لكم. دي خصوصنا وادي هنا بفضل الله، بفضل الله ان شاء الله ربنا يوسع الناس كلها. هنا دي فضيتها بقى من العيون الخشب اللي فيها، وادي دول كده كل العيون دي هتطلع بره، كل الحمام ده برضه هيتحبس. وبفضل الله هنا برضه هنعمل مجموعة سلكات، الاربع تجناب هيبقوا هنا ان شاء الله. تمام، بحيث بامر الله يبقى الخير للجميع ان شاء الله. دي برضه الاوضه دي خلاص تحت التوضيب ان شاء الله، السلكات بتاعتها كمان بالظبط 15 يوم ان شاء الله بامر الله، كمان 15 يوم تكون جت. والعيون دي هتطلع بره، دي العيون القديمه بتاعتنا. وبرضه القطعه الخشب ديت المصطبه دي هتطلع بره. والحمد لله والشكر لله. وادي برضه دي هنا العيون اهيت. يبقى كده ان شاء الله احنا قلنا واحده واحده ربنا يكرمك. ومشوار ال1000 ميل يا جماعه بيبتدي بخطوه. احنا يعني قلنا بسم الله واخد بالك، فرخنا وقلنا بسم الله واخد بالك. وكتر الفرخ، يعني الفرخ رزق يا جماعه برضه عشان نكون صراحه. يعني انا بالنسبه لي انا في البدايه صرفت طبعا على المشروع من جيبي الخاص من شغلي، صرفنا واخد بالك. بس بعد كده ربنا بيكرمك، انت بعد كده من انتاج حمامك بتوسع على نفسك. يعني من انتاج، ولو ما عملتش كده يبقى انت ماشي غلط. يعني انت مثلا ربنا كرمك، انت في البدايه طبعا بتنفق على المشروع من جيبك. انت ما اتولدتش لقيت عندك حمام، بتشتري من هنا وبتجيب سلكات من هنا وكده. انما واحده واحده ربنا بيكرمك، سنه بعد سنه انت بتفرخ، بتبيع زياداتك واخد بالك، بتجيب حمام جديد. يبقى انت كده انفقت على المشروع في البدايه بس. وبعد كده انت لو ماشي صح هو بالنسبه له هيطور نفسه منه فيه، بس انت تكون ماشي صح وماشي بما يرضي الله، دي قبل اي حاجه. بس اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب يوفق الجميع ويزيدوا من خيره. والله ما اخبي عليكم حاجه، ادي برضو يلا احنا حبايبنا متابعين قناتنا لازم يعرفوا كل حاجه. ادي بفضل الله دول الفرقه 3 سبعات برضو تكملتها هنا هي ما شاء الله. دول يا جماعه الشبابات صعادين، ربنا يوسع الناس كلها يا رب. احنا ما بنخافش من الحسد وما بنخافش من حاجه، احنا مسلمينها لله ومخلينا على الله. ادي دول يا جماعه شبابات ان شاء الله بتوع السلكات اللي هي لسه ما اتملتش حمام ديك. دول بفضل الله كلهم شبابات عليهم ريش بفضل الله. ادي السلكات اللي هي فاضيه ديك والتكمله بتاعتهم لما تيجي. يبقى انا كده وريتك ان شاء الله. يعني انت المشروع انت بتحلم يوم بعد يوم. انا السلكات ديك، الشبابات ديك انا مسيبها عندي، ما رضيتش ان انا ابيعها من زمان، وقلت لا اسيبها برضو ايه ربنا يكرمنا. جبنا سلكات احتاج تحضير تاني هجيب برضو من اي حد حبيبي، بس يعني ايه اهو الحمد لله موجود منهم جزء هيشغلنا. وربنا يوفق الناس كلها يا رب ويزيدكم من خيره. وان شاء الله اللي مش عامل لنا اشتراك يعمل لنا اشتراك على قناتنا يصلك كل ما هو جديد، ويفعل الجرس بحيث يجيلك الاشعارات. وبالتوفيق لجميع اخواتنا وحبايبنا، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات تانية كتير. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.